مرض العصر. انا بحب واحدة متجوزة وقلبي بيتقطع كل يوم، لما بشوفها مع جوزها انا بتعب. طبيعي والله يكون في عونك، وده بلاء كبير قوي 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 قوي. بس خليني اقول لك على حاجة، ما تحطش نفسك في باب الشيطان ده، وما تقعدش تقول انا قلبي مش بايدي. لا، بايدك يا حبيبي، بايدك. زي ما تعلقت بيها وانت كبنت تعلقتي بواحد متجوز، فانت قادرة انك تفك التعلق ده، لان التعلق ده باب شيطان كبير قوي 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 قوي. التعلق بواحدة متجوزة والتعلق بواحد متجوز دي سكة اللي يروح ما يرجعش. ده مشاكل، باب مشاكل والله العظيم، وعذاب لا يحتمل. ليه؟ من قلة البنات قوي، وانت من قلة الرجالة قوي راح تحبي واحد متجوز بحجة ان انا قلبي مش بايدي. لا، بايدك، بايدك. لما يحصل مشكلة ما بينها وتخرب بيتها، لما انت تكوني سبب في خراب بيته ويحصل ما بينه وما بين زوجته مشاكل، هتقولي قلبي مش بايدي؟ لما انت تكون سبب في طلاقها لا قدر الله، هتقول قلبي مش بايدي؟ حرام عليك، حرام عليك. ما تخربش على واحد وواحدة بيتهم، ما تخربيش على واحد وواحدة بيتهم، ما بينهم ولاد وما بينهم عشرة سنين، وتخش تنخوري في حياته. حرام عليكم. فأول حاجة تعملها تعرف ان ده باب شيطان، ان الشيطان هو اللي عامل فيك كل ده، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتدعي ربنا وتقول له يا رب، يا رب ابعدني عن الطريق ده، يا رب الطريق ده وحش قوي. خلي قلبك ده اللي تعلق بالشخص ده يتعلق بربنا، وقول له يا رب كرهني في الطريق ده، هيكرهك فيه. لكن أرجوك ما تخربش على الناس بيوتها، دي كبيرة قوي عند ربنا والله. وفوق لنفسك، اعرف ان ده باب شيطان حطك فيه وزنقك، اخرج بره باب الشيطان ده علشان حياتك ترجع تركز فيها، وربنا يرزقك فعلا بالشخص اللي هو انت تحبه وهو يبادلك الحب ده، مش المتجوزين ابدا والله.